بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد عثمان وده الفيديو الخامس من سلسلة CCNA، وهنبدأ مع بعض نشوف مراجعة سريعة كده على الفرق ما بين الماك أدرس والآي بي أدرس. هنروح للآي بي أدرس هنلاقيه شغال في النتورك لاير، وبيتعامل مع الراوتر، بينما الماك أدرس بيبقى شغال في الداتا لينك لايرز ومينلي بيتعامل مع السويتش. هنروح لفرق تاني، ان الاي بي ادرس لوجيكال ادرس. لوجيكال ادرس يعني ايه؟ يعني مش ثابت، انت ممكن تغيره في اي وقت، واحنا اللي بندخله نحطه للكمبيوتر، بنأساين الاي بي ادرس للماشين. لكن الماك ادرس فيزيكال ادرس، وساعات بيسموه البرند ادرس، يعني محروق على في تشيبايه على الكارت الشبكه مثلا. الاي بي ادرس مينلي بيستخدم في كل انواع الشبكات، سواء لان او سواء وان، لكن الماك ادرس بيستخدم في اللان بس. طبعا ده ثابت، الماك ادرس ثابت، لكن الاي بي ادرس ممكن بيبقى بيتغير. يعني لو في اللان بيبقى ممكن ماشيين واخده في اللان اي بي، لكن لو خرجت بره اللان يحصل لها ناتنج، ولسه هنشرح كل الحاجات دي بالتفصيل وتاخد اي بي تاني. وقلنا الاي بي ادرس الراوتر بيعتمد عليه، بينما السويتش بيعتمد على الماك ادرس. نروح لتاني جزء. تاني جزء في الليكشر بتاعت النهارده، اللي هو الفرق ما بين السيجمنت والباكيت والفري. عندنا مثلا الباكيت بتبقى جايه. هنبدا الاول بالسيجمنت. السيجمنت بتبقى الداتا جايه كده، بتبقى الداتا داخله على الترانسبورت لاير بالمنظر ده، على الترانسبورت لاير. هيضيف عليها الهيدر بتاعه، سواء كان يو دي بي او تي سي بي، تتحول ل لسيجمنت. يبقى الداتا داخله على الترانسبورت لاير، يحط اللاير 4 هيدر، اللي هو هنشتغل يو دي بي ولا هنشتغل تي سي بي. مجرد ما ضفت عليها اليو دي بي هيدر او التي سي بي هيدر، اتحولت بقى اسمها سيجمنت. فالتي سي بي هيدر زائد الداتا بقت ده اسمه سيجمنت. بسيطة جدا. هنروح بعد كده عشان نشوف الباكت. الباكت عبارة عن سيجمنت سيجمنت نازلة على طبقة النتورك لاير اللي هي لاير 3. هيضيف عليها الاي بي بتاع الديستنيشن، فهتتحول بقى ال- دي على بعض بقت اسمها باكت. يبقى الاي بي هيدر زائد السيجمنت بقى اسمها ايه؟ باكت. والراوتر مينلي بيتعامل مع الباكت. لسه هندرس الراوتنج في لما نروح للاير 3 بالتفصيل.
هنروح للفريم. الفريم ده البي دي يو بتاع الداتا لينك لاير بتاع لاير 2. كنا وصلنا للباكت. الباكت نازلة من لاير 3 كده، داخلة على الداتا لينك لاير. لينك لاير داتا لينك لاير هيحط الهيدر بتاعه اللي هو الماك ادرس بتاع السورس والماك ادرس بتاع الديستنيشن، فهتتحول لفريم. وبيضيف حاجة اسمها الاف سي اس، والاف سي اس ده بيبقى حاجة اسمها فريم تشيك فريكوينسي، وده بيتأكد إن الداتا وصلت سليمة وتمام. وحاجة اسمها التايب، والتايب ده بيحدد احنا هنشتغل الباكت جايانا محطوط لها هيدر اي بي 4 ولا اي بي 6 ولا اي ار بي بروتوكول. هنروح بقى لتلخيص المقارنة بين السيجمنت والباكت والفريم في التالي. السيجمنت شغالة في الترانسبورت لاير اللي هو لاير 4، اما الباكت هتلاقيها لاير 3 اللي هي النتورك، والفريم في لاير 2. الباكت قلنا بتتعامل لاير 3 اللي هو نتورك لاير مع الراوتر، لكن الفريم بتعمل مع لاير 2 اللي هو الداتا لينك لاير، وده بيتعامل مع السويتش. السيجمنت بتتعامل مع بورتس بس. الباكت طبعا لازم بتحط اول ما السيجمنت توصل للنتورك لاير بيقوم ضايف الاي بي ادرس بتاع السورس والاي بي ادرس بتاع الديستنيشن. فهي الباكت على طول اي بي ادرس، لان الراوتر بيتعامل مع باكيتس، لكن احفظها كده ان السويتش مع ماك ادرس وان الراوتر مع باكيت. السيجمنت بيتحط فيها تسبيح هيدر، اما يو دي بي يعني اشتغل يو دي بي بروتوكول، او اما نشتغل تي سي بي بروتوكول. والباكيت بيتحط فيها اي بي هيدر مع اللي هو الهيدر بتاع اللاير 3. والفريم بتحط الماك هيدر، السورس ماك ادرس والديستنيشن ماك ادرس، زائد اف سي اس اللي هو فيرست فريم تشيك فريكوينسي اللي هو بيتاكد ان الداتا وصلت بشكل سليم. والباكت بتعمل مع راوترز، والفريم بيتعامل مع سويتش، والسيجمنت بتبقى جزء من تكوين او رحله الداتا عبر الاو اس اي موديل، وبتوصل للاند هوست، او الاند هوست هو اللي بيتعامل معاها، لان اقرب شكل الداتا هي السيجمنت. وده كان ملخص سريع للمقارنه ما بين السيجمنت والباكت والفريم. واعتقد ان كان مهم ان ده بتسأل فيها كتير في السي امتحان السي سي ان اي. واتمنى ان انتوا تكونوا وصلتوا الفيديو ده بعد ما تكونوا شفتوا الاربع فيديوهات اللي فاتت، عشان الكلام ما يبقاش يعني ويرد شوية او غريب. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.